طيب بيقول لك بقى ان في ناس فعلا بتعمل كده، قبل ما يلبسوا حاجه وهم اوريدي لبسوها قبل كده ياخدوها يشموها، وحكمهم عليها من خلال مناخيرهم طبعا يقول لك ايه دي ريحتها حلوه نظيفه، او مثلا ريحتها لا مش قد كده تبقى مش نظيفه. ممكن تكون حاطط فيها برفيوم مثلا، البرفيوم ده لونج لاستنج يعني قاعد بقى مكمل فيها. القرار بتاع ان انت تاخديها تحطيها في الغساله ده مش بيجي من مره واحده، في ناس ما بتعملش كده يعني معلش بقى، لازم ريحتها تبقى فايحه يعني. انت خرجتي ورجعتي تاني وحطيتيها، خارجه تاني ولا بتاخديها تشميها، لقيت ريحتها مش قد كده بترميها في الغساله، لقيتيها تمام لسه شغاله تاخديها تلبسيها مره تانية يلا على طول. ما هو ده كل ده معتمد على حاسه الشم. في ناس بتبقى حاسه شمها ضعيفه. هي دي مشكلتك ان ايوه الناس حاسه شمها ضعيفه. الناس حاسه شمها ضعيفه ممكن مثلا تكون بتاع ريحتها تقرف وهو مثلا شاممها لا عاديه يعني تنفع. التيشيرت او القميص او الهدوم عامه لابسه مره واحده وتتحط في الغساله ولا تتلبس كذا مره؟ اعتقد ان هو لا الصراحه هي تتلبس مره وخلاص، لان ثواني فرضا انت نزلت في جو حر جدا وبتاع وعرقت ومش عارف ايه تمام وحطيت برفيوم فالتيشيرت او الهدوم ريحتها مش باينه ريحتها حلوه بس هي عرقانه معفنه يعني محتاجه تتغسل. في ايام بتبقى خلاص القرار محسوم، في ايام ما بين البنين ما بتعرف لهاش حاجه بقى اللي هو مش عارف طب التيشيرت دي احطها تتغسل يعني. ولا خليها تنفع تشيلني كمان خروجه ولا حاجه. كمان اسوء حاجه ممكن حد يعملها ايه بقى؟ انه ياخد تيشيرت ملبوس قبل كده ويروح كويه. تخيل ده مشكله، ده بيقوي الريحه بجد. وعارف كمان ان هي لو متوسخه وكويتها الريحه البقع بتتعمق في دي عارفها ماشي دي عارفها بس هي نفس الفكره. بالعقل كده الشخص اللي بيفكر يلبس الحاجه للمره الثانيه او للثالثه خلال الاسبوع مثلا اكيد مش هيفكر يكويها. طيب افرض متكرمشه وعايز يلبسها، ما انا بقول لك هي شخصيته كده مستحيل، انا متاكد 100% ان الشخص ده مستحيل يعمل الكلام ده. واحد بيكسل يغسل الحاجه هيكويها ازاي يعني بالعقل يعني. في ناس كتير بتعمل الحركه دي. فانت لو جيت سالت جروب شات مثلا والله يا جماعه انتوا بتعملوا كده ولا لا، هتلاقي كل الناس اللي هو ايه ده لا ما بعملش ازاي القرف ده، انا ما بعملش الكلام ده طبعا. بس انت لو جبت حد في الشارع سالته مثلا او كلمته كده ان بيرسون يعني هيقول لك هتلاقي معظم الناس بتعمل كده بالظبط. ممكن بيني وبينك هيقول لك بس هو مش عايزين يعترفوا قدام يعني ما يبقاش دي حاجه معروفه عنهم ان احنا بنعمل كده بيتكسفوا قوي من الموضوع ده. يا جماعه الناس اللي بتعمل الكلام ده عادي يعني كلنا بنعمل كده. وقبل ما بلبس التيشيرت بشمها الاول، لقيتها تصلح للخروج ماشي، لقيتها ما تصلحش للخروج خلاص بقى عادي ما تتكسفوش يعني الموضوع بسيط. انا خايف من حاجه يكون في النوع بقى اللي هو لما بيشمها ويلاقي ريحتها عرق وحشه ويلبسها برضه